الرحمن الرحيم. معكم معروف بالخير رئيس جمعية أبناء الساقية الحمراء والذهب، والسيد العضو معايا جاي من مخيمات مالو 3 أيام. جينا نسجلوا هذا الفيديو نستنكروا هاي الاعتقالات التعسفية اللي جرت لبعض النشطاء الحقوقيين في مخيمات تندوف، مخيمات المحتجزين في مخيمات تندوف. وصفنا حقوقيين نطالبوا من الأمم المتحدة ونطالبوا من مجلس الأمن التدخل العاجل لفك هذا الحصار عن أهالينا في المخيمات. نقل الأخ بعد المعاناة هناك في المخيمات اللي جرت عليه ياسر من انتهاكات خلقة فم، والعالم ما هو راد البال لهذه الانتهاكات اللي توقع فم. ونطالبوا كذلك من المجتمع المدني سواء في الدول المجاورة موريتانيا والدول المجاورة وكذلك الجزائر المضيفة أن تتدخل وتفك هذا الحصار وتفرض على جبهة البوليساريو هاي القيادة الطاغية اللي شردت أهالينا من 76 يتشرد في أهالينا إلى اليوم، ولا دائرة قابضة مسرحية بنهب المعونات اللي تجي من عند المنظمات الدولية تجي باسم هاو اللاجئين. هم مساكين ما هو لاحقهم شي منها، يلحقهم شوي منها والباقي كامل تبيعوا قيادة جبهة البوليساريو. ونطالبوا من الأمم المتحدة اللي هي المعنية بالأمر التدخل العاجل. ونطالبوا كذلك من منظمات حقوق الإنسان أنهم يخرسوا هاو المعتقلين كمربيه وكالغيلاني هاو اللي مسجونين اليوم في السجون. ونحن التهمة اللي داروا عليهم ما عارفينها، كنا عارفين هاي التهمة. هم عبروا عن قناعتهم، قالوا عنهم ذي القعدة في الحماذة وبلا. هم الأمم المتحدة تقول عنهم لاجئين غير ما عندهم صفة لاجئ. احنا بغينا اليوم نوضحوا الأمم المتحدة عنها تشوف حل تعدل مع هؤلاء اللاجئين اللي قالت هم عنهم لاجئين، هم ما عندهم أي حق، ما عندهم أي صفة تقول عنهم لاجئين. وكذلك نبغوا نوضحوا عن هاي العطل اللي تعدى جبهة البوليساريو تمشي بالناس صور الجزائر وتمشي بأهالينا